اتجه المزارعين في مقاطعة الشهباء خاصة مزارعين المروي الأراضي المروية إلى الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية في موضوع سقاية المزروعات. الطاقة الشمسية أحد فوائدها أنه تعمل على توفير مادة المازوت، نظرا لعدم توفر المادة في مقاطعة الشهباء نتيجة الحصار. الحصار يعني عمل على أنه المادة ما هي موجودة في مقاطعة الشهباء. ارتفعت أسعار المازوت بشكل كبير جدا، يعني وصل سعر البرميل تجاوز المليون ليرة. لذلك اتجه المزارعون إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية في سقاية مزروعاتهم. ألواح الطاقة الشمسية مفيدة جدا، تعتمد على الطاقة النظيفة طاقة الشمس، وبالتالي توفير المازوت بشكل كبير. تقريبا معدل التوفير برميل واحد يوميا، برميل واحد يوميا يعني معدل توفير مليون ليرة سورية يوميا. لكن تكلفتها لأول مرة تعتبر يعني أنه باهظة الثمن. اللوح الواحد القياس 540 واط، لوح كبير تقريبا بحدود $330 تكلفة اللوح الواحد. بالنسبة للغطاس ال 50 حصان يحتاج إلى 90 لوح. أيضا يحتاج إلى تكلفة غير الألواح السيبت اللي بتشيل عليها ألواح، الحديد، سيبة الحديد. أيضا الانفرتر تقريبا للغطاس اللي استطاعته 50 حصان تقريبا سعر الانفرتر $1600. يعني التكلفة تعتبر باهظة لمرة واحدة فقط. بعد ما يتم التركيب نحصل على يعني المياه بشكل يعني مجاني، ويتم سقاية المزروعات يعني نهارا وقت اللي يكون الشمس في يعني تكون الشمس موجودة. يعني السقاية بتكون مش بالنهار، بالليل لا. يعني نهارا كل يوم كما ذكرنا معدل التوفير بالنسبة للمازوت برميل واحد يوميا.